طارق زوجة مطرب المهرجانات حسن شاكوش بتفجر مفاجأة جديدة، وقالت إن حسن شاكوش غنى في فرحي من جوزي الأولاني. ونشرت ريم فيديو عبر حسابها على انستجرام، وقالت فيه عن قصة جوازها من جوزها الأول. وقالت: أنا كنت متجوزة قبله في نوفمبر 2020 وانفصلت في فبراير 2022، وهو سأل عليا قبل الجواز وغنى في فرح القديم. وكملت كلامها وقالت: لو سمحت، أنا هدوم الشخصية عندك بتحتفظ بيها ليه؟ انت ليه عايش في جو المؤامرة ده؟ انت مش محتاج. أنا كنت مغفلة، الحاجات كتيرة قوي وما تخصنيش. اللي يخصني إنك قلت امبارح إن احنا بنحافظ على ولاد الناس، وقلت حاجات وأنا سكت. انت ليه معترض إنك تديني حاجتي اللي عندك محتفظ بيها ليه؟ وأضافت: سبب إني فتحت الأكاونت ده إني أعرف أرد عليه، وأول ما الموضوع يخلص هقفل الأكاونت. مش محتاجة شهرة، أنا ممكن أتصور وأتشهر، لكن لقب مرات المطرب ده عبء عليا. أتاري الناس عندها نظر وأنا ما كنتش عارفة. وكملت: ركز في اللي انت بتعمله علشان عيب. انت المفروض جيت وقعدت معايا في بيتنا وانا عملت لك كل حاجة. قلبت ليا مجنون وحاولت اعالجك. انا ما قصرتش معاك في حاجة، وعمري ما كنت استوعب الغدر. وانتقلت قوة امنية لفيلة حسن شاكوش لتنفيذ قرار تمكين ريم زوجته من منزل الزوجية. وأثناء تنفيذ القرار حصلت خناقة بين ريم وجوزها، وطلبت ريم الاستغاثة لتمكينها من البيت. وقامت ريم بتصوير مقطع فيديو وتوثق فيه اللي حصل وتعرضها للتهديد من قبل جوزها. وبالفعل نجحت قوات الأمن من تنفيذ قرار التمكين وإخراج أهل شاكوش وأهل ريم من الفيلا. وريم طارق حررت محضر تعدي بالسب والقذف ضد حسن شاكوش وعيلته أثناء تنفيذ قرار التمكين. وفهد مرزوق محامي ريم طارق قال إنهم اتوجهوا لاسم الشرطة لإثبات تعرض موكلته للسب والشتم والتهديد من زوجها حسن شاكوش، وقال إنها تعرضت للسب والقذف والاعتداء لمنعها من التمكين رغم إنه حق كفله ليها القانون. وأضاف إن قوات الأمن مكنت ريم من شقة الزوجية، لكن ريم واجهت مشاكل كتيرة من عيلة حسن شاكوش اللي حاولوا يتعدوا عليها ومنعها من الدخول. والنيابة استدعت حسن شاكوش وزوجته للإدلاء بأقوالهم في المحاضر المتبادلة بينهم، لأن كل واحد فيهم اتهم التاني بالسب والشتم. وكانت قضية حسن شاكوش وزوجته شغلت الرأي العام لفترة بعد وقوع خلافات بينهم، ووصلت الأمور لتقديم بلاغ من زوجة حسن شاكوش ضد جوزها بطردها من البيت وسرقة وصل أمانة كان بحيازتها كبديل لمؤخر الصداق. وعلى الفور برضه حرر حسن شاكوش ضد زوجته محضر بيتهم زوجته إنها استولت على $500,000، وبيقول إنها أخدت مجوهراتها وهربت من البيت، واتهمها بإنها أخفت عليه زواجها الأول وإنه عرف موضوع جوازها من السوشيال ميديا. ونفت ريم طارق الاتهامات الموجهة ليها، ومحامي ريم قدم فلاشة عليها المراسلات الخاصة بين الاتنين، وحسن شاكوش كان بيقول فيها: أنا أخدتك واتجوزتك بعد جوازك الأول، وكان جوزك الأول بيعاملك معاملة وحشة. ودفاع ريم طارق وضح إنه قدم صور لمحادثة خاصة بين حسن شاكوش وزوجته، وهو بيطلب منها صور لكتب الكتاب لإثبات إن هو المسؤول عن كل تحضيرات كتب الكتاب.